يا ترى عمرنا فكرنا ازاي آلة ممكن تاخد قرار مصيري في أجزاء من الثانية وسط زحمة السير؟ في الشرح ده هنغوص في أعماق العقل الرقمي اللي بيقود مستقبلنا على الطرق، وهنكشف أسرار السيارات ذاتية القيادة. خلونا نبدأ بحقيقة بصراحة ممكن تكون صادمة شوية. أكتر من 90% من حوادث الطرق سببها إحنا البشر، سواء تعب، تشتت، أو مجرد سوء تقدير. الرقم ده لوحده هو الدافع الأكبر وراء ثورة القيادة الذاتية. الإحصائية دي بالذات هي اللي بتدفعنا نحو فكرة السائق الرقمي المثالي. تخيلوا وجود نظام قيادة ما بيتأثرش بالعواطف أو الإرهاق، وبيراقب كل حاجة حواليه طول الوقت وبدون توقف. هو ده أساس التكنولوجيا دي كلها. وده بقى السؤال الجوهري. دلوقتي احنا فهمنا ليه محتاجين التكنولوجيا دي، جه الوقت عشان نعرف ازاي بتشتغل فعلا. طيب العقل الرقمي ده بيبدأ شغله ازاي؟ الموضوع كله بيتلخص في دورة بسيطة لكنها قوية جدا: حلقة الاستشعار، التفكير، التنفيذ. الحلقة دي المكونة من 3 خطوات هي أساس كل حركة العربية بتعملها، والدورة دي بتتكرر مئات المرات في الثانية الواحدة، وده اللي بيخلي العربية تتفاعل مع العالم حواليها بشكل فوري. ممكن نفكر فيها كأنها ردود فعل لا إرادية خارقة، بس محسوبة بدقة متناهية. يلا بينا نبدأ بالجزء الأول من الحلقة: إزاي العربية بتشوف وتفهم البيئة اللي حواليها. عشان نبسط الموضوع، ممكن نشبه المستشعرات دي بحواس الإنسان. هي العين والأذن الرقمية للعربية. شوفوا، هنا عندنا نوعين من أهم المستشعرات. على الشمال الكاميرات، ودي ممتازة في التعرف على الألوان والأشكال زي إشارات المرور والمشاة. وعلى اليمين اللايدار، وده بيستخدم نبضات ليزر مش بنشوفها زي صدى الصوت بس بالضوء، عشان يقيس المسافات بدقة خرافية ويرسم خريطة 3D لكل حاجة حوالين العربية. النقطة المهمة هنا بقى هي إنه مفيش مستشعر واحد مثالي. الكاميرات ما بتشوفش كويس في الضلمة، الرادار شغال تمام في المطر بس مش بيشوف التفاصيل الصغيرة، واللايدر مع إنه دقيق جدا لكنه غالي وبيتأثر بالضباب. يعني كل واحد له نقاط قوة وضعف. وهنا يجي الحل الذكي. العربية مش بتعتمد على مستشعر واحد بس، لا، هي بتستخدم تقنية اسمها دمج المستشعرات. فكروا فيها كأنهم فريق عمل. الكاميرا هي العين، والرادار هو الأذن للمسافات البعيدة، واللايدر هو حاسة اللمس الدقيقة. كلهم مع بعض بيكونوا صورة كاملة وموثوقة محدش فيهم يقدر يعملها لوحده. تمام، العربية دلوقتي شافت العالم حواليها. نيجي بقى للجزء الأصعب والأكثر تعقيداً: إزاي بتعالج كل البيانات دي وتاخد قرارات ذكية؟ كل البيانات دي محتاجة قوة معالجة جبارة. عشان كده العربيات دي بتعتمد على شرائح متخصصة زي وحدات معالجة المتوترات أو الTPUs. دي مش زي البروسيسور اللي في الكمبيوتر العادي، دي عقول إلكترونية معمولة مخصوص عشان تتعامل مع رياضيات الذكاء الاصطناعي بسرعة تفوق الخيال. التفكير هنا بيتقسم للجزئين. الأول هو التخطيط العالمي، اعتبروها الخريطة الكبيرة للرحلة كلها. الذكاء الاصطناعي بيستخدم خوارزمية مشهورة جدا اسمها A-Star، ودي نفس الخوارزمية اللي شخصيات ألعاب الفيديو بتستخدمها عشان تلاقي أذكى طريق وتتجنب العقبات. الصورة دي بتوضح الفكرة تماما. الذكاء الاصطناعي بيقسم الخريطة لمربعات صغيرة، وبعدين بيبدأ يستكشف كل المسارات الممكنة ويقيم كل خطوة عشان يلاقي أقصر وأسلم طريق من نقطة البداية للهدف، ويتجنب أي عوائق اللي هي هنا باللون الأسود. طيب، إزاي الخوارزمية بتختار بين طريق كويس وطريق أحسن؟ هنا بيجي دور حاجة اسمها دالة التكلفة. فكروا فيها كأنها قاضي جوه النظام بيقيم كل حركة ممكنة. السواقة بسلاسة بتاخد نقط إيجابية، لكن الفرملة المفاجئة أو القرب الزايد من عربية تانية بتاخد نقط عقوبة. الهدف دايما هو اختيار الطريق اللي فيه أقل نقط عقوبة. بعد ما بيتحدد المسار العام، العربية محتاجة تخطيط محلي للحركات اللي هتعملها فوراً. وهنا الذكاء الاصطناعي بيلعب لعبة ماذا لو بسرعة البرق، يعني بيتخيل آلاف الاحتمالات للثواني اللي جاية عشان يختار الحركة الأكثر سلاسة وأماناً. تمام، العربية استشعرت وفكرت وقررت. فاضل إيه؟ فاضل التنفيذ. إزاي القرار الرقمي ده بيتحول لحركة فعلية على الأرض؟ يلا نشوف المرحلة الأخيرة. في العربيات العادية في اتصال ميكانيكي مباشر بين الدركسيون والعجل. الذكاء الاصطناعي مش هيعرف يتحكم في ده، عشان كده العربيات دي بتستخدم نظام اسمه القيادة بالسلك، واللي بيستبدل الوصلات الميكانيكية دي بإشارات إلكترونية. وده بيسمح للكمبيوتر إنه يبعت أوامر رقمية مباشرة للعجل والفرامل والبنزين.
وأهم وأكبر ميزة في النظام ده هي السرعة، سرعة خرافية. رد فعل العربية بيتقاس بالملي ثانية، يعني أسرع من رمشة العين، والملي ثانية دي ممكن تكون هي الفرق بين تفادي حادث ووقوعه. إذن إحنا شفنا العربية إزاي بتشتغل، لكن السؤال المهم إزاي بتتعلم وبتكون أحسن مع الوقت؟ ده هو الجزء الأخير والمثير للاهتمام فعلا. العقل الرقمي ده بيصبح أذكى ب3 طرق رئيسية. أولاً التعليم عن طريق ملايين الصور، زي ما بنعلم طفل الفرق بين الأشكال. ثانياً التدريب، وده بيحصل في محاكيات واقعية جداً، زي ألعاب فيديو بتخليه يمارس المواقف الخطرة آلاف المرات في أمان تام. وأخيراً الوضع الظلي، وده بيشتغل في الخلفية ويراقب السواق البشري ويتعلم من قراراته في العالم الحقيقي. وده بيوصلنا لسؤال يخلينا نفكر. قدرة الذكاء الاصطناعي إنه يكرر التدريب على المواقف الصعبة بشكل لا نهائي ممكن تكون دي أكبر ميزة ليه. الإنسان بيتعلم من أخطائه القليلة، لكن الآلة بتقدر تتعلم من ملايين الأخطاء الافتراضية، وده بيخليها أكثر أماناً مع كل كيلومتر بتمشيه.